أشكرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ بيقول إنه أنتم خدعتوني وإن أنا أشركت، وهو بينزل لي نص يعني يدل على إن أنا اتخدعت وإن أنا بقيت من أبناء الهلاك، وبقاوم الشرك اللي أنا بعمله، وبدعو لإله أو معبود غير الإله الحق. مفروض يعني ده تفسير اللي أنت بتكتبه دلوقتي. انا عايزه اقول لحضرتك مين هو ابن الهلاك في نظرك؟ انت المسيحي، انا هسألك مين هو ابن الهلاك في نظرك؟ مين هو الخروف الضال؟ عارف مين الخروف الضال؟ هو حضرتك مش انا. وعارف مين ابن الهلاك؟ حضرتك اللي ستهلك وتحترق بنار جهنم ان لم تؤمن انه لا اله الا الله وحده لا شريك له. ما تقوليش انا والاب وباسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين، وتيجي بعد كده تقولي لا احنا كده بنقول اله واحد امين. يعني انا زي ما بقول ده صحن وده معلقة ودي كوباية ودول في الاخر كلهم حلة، ينفع الكلام ده؟ يعني اسف حضرتك خليتنا نتكلم بطريقة فاني. يعني هل ينفع ان انا اجي اقول دي فلسطين ودي شهرزاد ودي دانا وهم في الاخر كلهم دول يطلعوا ناردين، وفي الاخر انا يا جماعة بتكلم بس عن ناردين مثلا؟ ما ينفعش. ما ينفعش. حضرتك اللي ضال، وحضرتك اللي انت مخدوع مش انا. عارف ليه مخدوع؟ علشان حضرتك عمرك ما هتلاقي جواب ليه المسيح اجل التجسد، ليه اجله سنين طويلة. اديني تفسير. عشان ما كانش يلاقي واحدة عذراء بتول يأتي منها المخلص. كل القديسات اللي تكلم عنهم الكتاب المقدس، النبية حنة والقديسة اليصابات وكل الناس دي، كل ده كان منتظر السيد المسيح او الله الرب، كان منتظر بس ان هي العذراء اللي تأخد البشارة وترضى فيها. اللي هو لو كان راح لأليصابات اللي اظهرها على انها برضو قديسة في الكتاب المقدس، يعني برضو كانت اليصابات بكل الحسنات اللي وصفوها بيها كانت هترفض البشارة يا اخونا اللي انت بتقول ان انا اشركت؟ هو الله مش حر؟ لا، ما هو انت لما تفلس وما عندكش رد عقلاني تقنعني فيه وتتهم ان الناس دي هي اللي خدعتني، تيجي تقولي هو الله مش حر. الله له مطلق الحرية طبعا. الله بيتصرف زي ما يشاء، ماشي، يفعل ما يشاء. انا مش بتدخل بعلم الله ولا بحكم الله ولا بأيته حاجة، لكن الله ما بيمنعنيش ان انا اسأل سؤال بالعقل. ليه انتظر ربنا؟ يعني لو ده هو رب، يعني سوري انا مش هقول ربنا لان هو مش رب anymore. يعني ليه انتظر ربك المسيح كل السنين دي علشان يأتي؟ ليه؟ قولي. وبالتالي كمان ليه سمح المسيح طالما عمل كل ده علشاني وعلشانك وعشان يفدي البشرية وعلشان ان احنا اتلوثنا بالخطية الجدية اللي هي الخطية الأصلية؟ طب ليه عمل كل ده وما سابليش تفسير انا ارد عليه على الناس التانية؟ ما فيش كنيسة بتفهمك ولا في كنيسة بتفيدك او بتقولك ان لو حد من بره كان سألنا احنا نجاوبه ايه، نقول له ايه. مش هتقوم عايز تقولي قولي بنص، قولي بنص واضح من عند الله. ما تجيبليش نص ان انت تاخده من العهد القديم وتبني عليه حاجات ان انت بتسميها النبوءة لانه هكذا قيل بالرب او هكذا مش عارفة ايه، عشان دي كانت نبوءة من صفر كذا كذا فتحققت في العهد القديم بمناسبة كذا كذا. لا، انا مش بلعب جيم. انا عايزة حاجة واضحة، عارف؟ عايزة حاجة تقول لي قالها المسيح هو مباشرة ان هو ايه الاسباب كلها اللي حصلت في تأخير التجسد. ماشي، عايزة كلام كده. لكن انا عايزة حاجة في الدين لا تتعلق في اللعب. انا عايزة حاجة حقيقية، حاجة تلمس عقلي قبل ما تلمس قلبي. عارف؟ انا لما قلبي لمس الاسلام يعني كان عقلي قبليها هو اللي اشتغل، وعقلي اللي اشتغل بيرفض ان انا اعبد اله جاء من اله. وده انت ما تقدرش تنكره، علشان ده انا كنت بقوله في قانون الايمان. ده البسملة اللي احنا بنقولها في قانون الايمان. كنا قصدي كنت
انا اللي كنت ماشي، بس سوف لن يغفر لك وما يغفرليش. انا مش عايزاه يغفر لي يا اخي، عشان هو مش اله عشان هو يغفر لي او ما يغفرليش. مين ده اللي يغفر لي؟ شخص بشر زيي وزيه هيغفر لي ليه؟ ما كان يقيم نفسه عن الخشبة ويقيم نفسه من الشتائم ويشيل ويعمل لنفسه لو كان هو اله. يعني انا مش منتظرة اصلا مغفرة المسيح اللي انت جاي تكلمني عليها وتتهمني فيها ان انا اضليت وان انا سأهلك. انا اسمحلكش ان انت تقول لي ان انا ابن الهلاك وتنزل لي النص ده على اني انا ابقى ابن الهلاك اللي اتخدع. انا اولا يشهد الله، مفيش مخلوق قال لي بالعافية روحي سيبي المسيحية وابقي مسلمة. الله سبحانه وتعالى يشهد على كلامي الى يوم الحساب. ماشي يا اخونا؟ يعني فبالتالي انت بتقولي مش هيغفر لك ويضل والكلام ده، انا I don't care، مش بيعنيني. وحتى انت مش اخويا، انا اسفة، انا بقولها لك من باب الاحترام. حضرتك اخ في الانسانية بس انت مش اخويا في الدين اساسا كمان، يعني عشان تبقى عارف. وده مش كراهية لكن ده الصح اللي يتقال. حضرتك ما بتقبلش تقول لي بنت من ابناء النور اذا انا ما كنتش مسيحية. كذلك شأنك في الاسلام، انت مش اخويا في الاسلام وانا بعتذر وبسحب كلمتي، وحضرتك مش اخويا. واللي هو الضال والمشرك هو حضرتك، لانك انت اللي بتشرك خشبة في عبادتك. انت اللي بتشرك واحد نزل على الارض بشر اكل وشرب واتضرب كمان. ايه رأيك انه اتضرب كمان؟ شفت بقى ازاي انا محترمة وبقيتش اقبل اخد اله اتضرب كالعلقة. عارف يعني كده جلدوه وعملوا في كل اللي انت عارفه في الكتاب. انا دول بقى مش عايزاهم دول، عشان انا بقيت اقرف ان انا اقولهم. فرحان كده. انا كنتش احب اتكلم بالطريقة دي بس حضرتك استفزتني يعني بجد، عصبتني عشان بتقول انا اللي ضالة وانا اللي مش عارفة ايه. المايك مع حضرتك يا ادمن، وانا متأسفة. والسلام عليكم. والاخ برضو هقول له اطلع برضو وانت اشرح النص ايه فاهم منه، عشان انت لما تتهمني بالكلام اللي منسق للنص ده لازم تبقى قد اتهامك. بالظبط يا شهرزاد، خليه يموت في غيظه. لا انا مش ناقصة عقل. عارف ليه انا مش ناقصة عقل؟ عشان الكلمة ناقصة العقل وناقصة الدين مش بالمفهوم المسيحي. معلش بس ثواني ممكن اكمل على المايك. فعشان المرأة مش بتصلي ومش بتصوم حرام تصلي وحرام تصوم في الإسلام، أما هي يكون عندها فترة الحيض، فبالتالي بتكون هي نقصة دين. يعني هي في الدين عندها الكلام ده بيتقال لها عشان الموضوع ده. فهمت أخونا؟ برجع وبغلط بقول أخونا معلش، أنا عشان واخدة على الطريقة المحترمة اتعلمت بيها أتكلم مع الناس، فأسفة. فهمت يا ضيفنا؟ أقول لك أنا كنت نقصة عقل، عارف؟ بس انا كمل عقلي حاليا. انا كنت ناقصة عقل. عارف ليه؟ عشان تصدق بالله. يعني انا لو انا لسه ببص على دانا القديمة اللي كانت تقف قدام خشبة. عارف يعني ايه خشبة صليب يا راجل، احطه قدام سريري واقعد اكلم ربنا واسجد قدام الخشبة دي. بذمتك ده هو اللي يبقى العقل؟ انت ليه ما بتكونش حقاني يعني كده تعرف الحق؟ يعني ان انا اجيب صليب جماد احطه واصلي قدامه واتكلم معاه على انه ربنا، او هو الرمز اللي بيرمز للفداء اللي فداني فيه على اساس ربنا، واقعد بالظبط اغني صليبي يا صليبي مصنوع من خشب والكلام ده كله، وصليبي يا صليبي اغلى من الذهب والكلام الفارغ ده. بذمتك هو ده العقل؟ ولا انا ادعو الله الخالق اللي خلقك وخلقني وخلق الكون كله ومفيش اي حد مشترك معاه في الالوهية؟ مفيش. مش بشر نزل اكل وشرب واتضرب واتعمل فيه البلاوي. ازاي يبقى انت يعني الامور معكوسة عند حضرتك فعلا بطريقة؟ ربنا يساعدك. انا شايفة ان انا كنت فعلا ناقصة عقل. لو قلت لي انت واحدة كنت ناقصة عقل فانا هقول لك فعلا انا كنت ومش هنكر. عارف ليه؟ علشان كنت مسيحية. وانا بنظري حاليا مع احترامي ليك ولكل المسيحيين ومش بقصد الشتيمة، لكن انا بجد شايفة ان كل المسيحيين ناقصين عقل. كلهم من اهل ماما لصحباتي كل الناس في الكنيسة للاب الكاهن، عشان انا بطلت اقول ابونا عشان هو مش ابويا. كلهم ناقصين عقل. مادام لسه بيعبدوا الخشبة دي
يعني حتى لو هي رمز بيعتبروه، فهم ناقصين عقل. عرفت بقى انت يعني قلت حاجة جبت الكلام لنفسك. انا من ساعة ما دخلت الروم يعلم الله، يعني يشهد الله سبحانه وتعالى، يعني ما كلمتش حد بعصبية يعني او ان حد استفزني. بس حضرتك اما قلت ان انا يعني الناس دي خدعتني حقيقي، انت اولا يعني ارتكبت معصيتين. اولا معصية سوء الظن عن الناس دول ان انت ظلمتهم وقلت ان هم خدعوني، ومعصية ان انت بتتهمني بان انا الهلاك ابن الهلاك والكلام ده كله، رغم انت يعني عايش يعني اوريدي في المعاصي كل يوم. فدي مش جديدة على حضرتك. طول ما انت بتقف قدام خشبة بتصلي ليها، وطول ما انت بتروح قدام واحد بشر تستنى عشان يدي لحضرتك سماح ان انت تروح تتناول جسد ودم الرب اللي هم عبارة عن خبز فينو، بتبللوهولي بالواين وتقولوا لي ده جسد ربنا، وتبللوهولي مش عارفة يعني تقولوا لي ان ده دم ربنا والكلام ده. لان حتى كلمة يعني دم الرب كنت بكرهها جدا، كنت مش بحبها خالص عشان تبقى عارف يا from God. حقيقي مش بحبها يعني كنت بكره الكلمة دي جامد جدا. مجرد اتخيل يعني انا باكل جسد ودم الرب. وبعدين انا كنت مش بحب الخمره خالص، يعني رغم انا مسيحيه مش بحب الخمره خالص. فحتى الواين اللي كنت يعني مش عايزه اقول لك كنت بشربه ولا باخده في المعلقه اللي بيطفحوا فيها كل الكنيسه. انا كنت فعلا بعرف حياتي عشان يجي الاب كان يناولك في المعلقه اللي اتحطت في بق كل الناس، يعني مئات او الف شخص في الكنيسه حطها في بقهم ويرجع يحطها في بقي، وكنت بعيط ويجبروني عليها وانا صغيره. كل ده ساب لي ذكريات مقرفه عشان تعرف يا فروم جاد وتيجي تقول الناس دي خدعتني. انا فعلا كنت فعلا ناقصه عقل، ومش دلوقتي ناقصه عقل. انا فعلا عقلت وعرفت ان الله حق. واذا كان كلامي مش عاجب حضرتك يا ريت تروح تفتش الكتب زي ما يسوع المسيح بيقولك فتشوا الكتب. مش هو قالك برضو كده؟ لو هو فعلا الاله بتاعك ما تسمع الكلام بتاعه، مش تنفذ كلامه وتروح تفتش الكتب. ما هو اصلك لو فتشت الكتب هتلاقي كل الكلام اللي بيقولوه لنا عن الاديان التانية كانوا كله كذب وكله نفاق. لا هو دين ارهاب، ولا هو دين قذارة زي ما كنتوا بتفهموا الواحد، ولا هي المرأة محتقرة، ولا هي المرأة يعني بتتضرب، ولا ايته حاجة من اللي انتوا قلتوها لي طلعت صحيحة. وما بيروحوش يعتدوا على حد كده زور وبهتان. عارف ليه؟ علشان الله سبحانه وتعالى حتى يعني في القرآن ما قال لهمش ان هم يروحوا يعتدوا. قال لهم قاتلوا في سبيل الله، وقال لهم من اعتدوا عليكم فاعتدوا. ما قال لهمش لا يروحوا يقتلوا ولا روحوا يلا عامد متعمد خشوا على بيوت الناس واقتلوها، عامد متعمد روحوا على اماكن الناس وفجروها. عرفت ايه الفرق؟ ان انا فهمت، انا شغلت دماغي وفهمت. عقبال حضرتك لما تشغل دماغك وتفهم. ولو عايز تنزل على فكرة اي نص يا فروم جاد، انا عايزه اقول لحضرتك انا ما انا يعني مش انسانة همدح في نفسي واقول لك ان انا ختمه الكتب كلها ويعني بكرز الى اخره. لكن عايزه اقول لحضرتك ان انا بتاعت نصوص. عشان تفهم كلامي يعني تكلمني ممكن ارد عليك من النصوص واحترمك اكتر، علشان انا من النوع اللي ما بتكلمش كنت مع اي اب كاهن وما بقبلش اي نقطة الا عايزة نص، من غير نص ما بمشيش. عارف كان مسميني ايه الاب الكاهن؟ كان مسميني توما اللي ما صدقش وما امنش الا لما ظهرت له العذراء ولمس توبها، الا ما صدقش وامنش الا لما لمس الام المسيح، شكات المسيح. فهمت ازاي بقى؟ يعني شكاكه بالظبط كده. انا حقيقي بيسميني الاب كان في الكنيسه انت توما، انت بتعشي مسلمين كتير يا دانا. لا انا ما كنتش بعشي مسلمين كتير، ما كنتش بعرف مسلمين كتير، وده بالعكس. لو كنت اعرف كان زماني انقذت نفسي من زمان من ديانة الخشبة والصليب والكلام اللي انا اتحطيت فيه. انا عايزه اقول لك يا فروم جاد سامحني لو كان كلامي شويه يعني بطريقه شويه عصب على حضرتك. ارجو ان حضرتك يعني بجد ما تعتبرش انا كنت بقل ادبي او حاجه، لكن انا تكلمت بصوت الحق اللي الله سبحانه وتعالى اداهولي من الحق اللي انا عرفته في اسلامي.
يعني اعتبره مش كلام عصبية بتاعت قلة الأدب، لا، اعتبره كلام حماس لإنسانة فعلا متحمسة جدا لدينها، وهو حاسة بقوة وهي بتتكلم، قوة بتأيدها، هي قوة الله سبحانه وتعالى، الله الحق، الله اللي يغفر الذنوب لكل إنسان بتوب، مش الله بتاعك اللي ما بيغفرش وجاي تقول لي انت مش هيغفر لك، انت اشركتي، انت. يبقى انت بتضحك على نفسك، يبقى انت بتضحك على نفسك لما بتقول المسيح اللي هو بيغفر، والمسيح المحب، والمسيح اللي بيروح الواحد وبيرتمي في حضنه، المسيح اللي مجرد قلت سامحني يا رب ورحت اعترفت اتغفرت كل ذنوبك. ما كده في تناقض يا فروم جاد، صح؟ صح ولا لا؟ فعموما انا اقول لك ربنا الله سبحانه وتعالى يهديك الى ما هدانا، والله سبحانه وتعالى يلمس عقلك وقلبك وبجد يعرفك الطريق الحق، يعرفك ان هو فقط الله الخالق اللي خلقك وخلقني وخلق الكون كله وخلق كل المخلوقات كلها. عارف هو ده الاله الواحد، مش الاله اللي جزء نفسه. وعايزه اقولك ان هو اللي خلق يسوع، ويسوع ده عبد الله ونبي الله وجيب رسالة، ويسوع فعلا نبي، ونبي بنحبه، ونبي بنحترم الرسالة اللي جه فيها من عند الله. محدش هنا بيشتم على السيد النبي رسول الله عيسى المسيح، محدش بيشتمه، محدش بيكرهه، ده بالعكس انا شفت بيحبوه في الاسلام اكتر ما انتوا بتحبوه في المسيحية. ماشي، اكتر ما انتوا بتحبوه في المسيحية انا شفت السيد المسيح محترم كنبي فعلا اكتر من ما هو في المسيحية. في المسيحية محترم او محبوب بس بطريقة يعني خيالية زيادة عن اللزوم. ده اللي انا حبيت اقوله لك، واشكركم جميعا والسلام عليكم. والمايك مع الادمن.